قرر مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي نقل تربص محاربي الصحراء إلى مدينة طبرقة بشمال الغربي التونسي والواقعة على حدود البلدين تحضيرا لمباراة تنزانيا ضمن الجولة الأخيرة من تصفية إفريقيا 2023 المقررة يوم 7 سبتمبر بملعب 19 مايو 1956 بمدينة عنابة. ووفقا لبيان نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 فإن قرار جمال بلماضي بنقل التربص إلى تونس يأتي بسبب أعمال الصيانة التي تخضع لها أرضية التدريب خاصة بمركز سيدي موسى، وأيضا لقرب المدينة من عنابة التي ستحتضن لقاء تنزانيا، ثم السفر إلى داكار لمواجهة السنغال وديا يوم 12 سبتمبر. وأفاد موقع العربي الجديد أن السبب الثالث الذي يقف وراء قرار المدرب بلماضي هو رغبته في الابتعاد عن الأجواء المتعلقة بانتخابات اتحاد الكرة الجزائري المقررة يوم 21 سبتمبر المقبل. وتضيف نفس المعلومات أن المدرب المذكور سئم من الزج باسمه في انتخابات اتحاد الكرة وتدخله في تعيين الرؤساء السابقين مثلما قيل عنه عند انتخاب شرف الدين عمارة عام 2021 ثم خليفته جهيد سفيزف العام الماضي. ويرغب كذلك المدرب الماضي في حماية اللاعبين من التشويش المتعلق بهذه الانتخابات وتوفير الجو التحضيري المناسب لهم، خاصة مع اقتراب المباريات المهمة مثل تصفيات كأس العالم 2026 وكذلك نهائيات إفريقيا 2023 المقرر مطلع العام المقبل.